السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة. تعالوا النهاردة نعمل القراقيش. هنعمل القراقيش السادة وهنعمل القراقيش بالعجوة او المنين. عايزة اقول لكم طريقة سهلة وبسيطة، ومقادير بتاعتها هنقولها بالكوباية وكمان بالجرام، يعني هتنجح معاكي من اول مرة باذن الله. اهم حاجة تابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل التفاصيل، وحضروا بقى كوبايه الشاي كده. وعايزه اقول لكم حاجه كده، احلى حاجه تعمليها في الشتاء، حاجه جميله جدا جدا وتحفه، والنتيجه بتاعتها مضمونه ان شاء الله. فتابعوا الفيديو للاخر، ولو اول مره بتشوفوني اهلا وسهلا بيكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. بنقدم وصفات طبخ بسيطه وسهله، بنقدم كمان معجنات، وبنقدم كمان وصفات حلويات ووصفات منظفات سهله وبسيطه. كل حاجة بعملها بطريقة بسيطة وكمان على قد الايد عشان تناسب كل الناس. فيلا بينا كده نشوف الفيديو مع بعض، نسمي الله ونبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجة في طبق عميق هبدأ انخل نص كيلو من الدقيق. الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق متعدد الاغراض، جايباه سايب من عند العطار. تقدروا تستخدموا النوع اللي تحبوه، بس يكون دقيق متعدد الاغراض عشان ينجح معاكم الوصفة، او دقيق اللي هو بيكون مكتوب عليه مخصص للكحك والبسكوت. تمام. دخلت النص كيلو من الدقيق بالشكل ده كده، وبدأت كده جبت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعاهم نص معلقة صغيرة من الملح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهضيفهم على الدقيق وهبدأ اقلب بالشكل ده كويس جدا. النص كيلو دي بيعادل 4 كوبايات من كوباية اللي هي مج الشاي، 4 كوبايات مليانين. تمام. بعد كده هنزل بالمادة الدهنية. انا مستخدمة هنا زيت على سمنة، تقدري تتحكمي في النسبة زي ما انت عاوزة، يعني تحطي سمنة اكتر او زيت اكتر زي ما انت عاوزة. استخدمت كوباية ونص من المج اللي شفتوه ده، بيعادلوا بالظبط 200 جرام على الميزان. تمام. بدأت كده اقلب المادة الدهنية مع الدقيق بالشكل ده كده، لحد كده ما يمتزجوا معايا كده، والدقيق اتشرب كل السمنة والزيت اللي انا حطيتهم. هنا كنت بحط بقية المادة الدهنية اللي انا كنت مجهزاها، وانا سيحتها على النار وسخنتها كده شوية يعني تبقى دافية كده، وبعد كده نزلت بيها على الدقيق. تمام. بعد ما الدقيق اتشرب كل المادة الدهنية اللي ضفتها بالشكل ده كده، جبت نص كوباية من المية بيعادلوا 90 جرام على الميزان. حطيت فيها معلقة صغيرة مليانة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة مليانة من السكر، وبدأت كده أدوبهم مع بعض. مية عادية خالص من الحنفية، ودوبتهم كده مع بعض كويس لحد ما الخميرة والسكر امتزجوا مع بعض كويس بالشكل ده كده. طبعا تقدري تستبدلي المية بالحليب، مفيش مشكلة خالص. انا حبيت الطريقة تبقى اقتصادية اكتر حاجة. بعد كده جبت العجينة وبدأت ألمها بشوية المية اللي احنا حاطين عليهم الخميرة والسكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما تتلم معايا. تقدروا بقى تضيفوا هنا سمسم او تضيفوا شمر او ينسون، وده في حالة لو هتعملوها سادة. تمام. لكن لو هتعملوها محشية عجوة ممكن تضيفوا سمسم بس. تمام كده. هبدأ ألم العجينة، وزي ما انتوا عارفين عجينة المقرمشات او اي حاجة عاوزين فيها قرمشة زي البسكوتات والقراقيش وكده مش بتتعجن، احنا بس بنلم العجينة وندخلها في بعض زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بتكون متماسكة ما بتلزقش في الايد، وكمان بتكون بتقطع كده معاكي، مش عجينة ليها عرق. زي ما انتوا شايفين كده هي كده مظبوطة جدا. عجنتها ودخلت كده كل المكونات مع بعض، وبعد كده هغطيها بكيس بلاستيك وهسيبها كده في مكان دافي، يعني ربع ساعة مش اكتر. احنا هنسيبها تستريح بس، مش هنسيبها تخمر ولا حاجة. بعد كده هبدأ اجهز العجوة. انا جبت ربع كيلو من العجوة، تقدروا تزودوا الكمية لو هتعملوا كمية اكبر من اللي انا هعملها. حطيت كمان معلقتين كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة من السمنة بالشكل ده كده، وممكن تقللي المادة الدهنية عن كده، تحطي معلقة بس واحدة من الزيت ومعلقة واحدة من السمنة. رفعت بقى الطاسة على النار عشان العجوة تطرى معايا وتبقى طرية كده، واقدر اتحكم فيها واشكلها. سبتها على نار هادية كده لمدة 5 دقايق لحد كده ما فكت معايا وساحت كده مع السمنة والزيت. بعد كده جبت كيس بلاستيك ونزلت عليه بالعجوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان نبدأ نفردها عشان تكون سهلة معايا في التشكيل. حطيت كيس بلاستيك كمان على الكيس اللي حط اللي تحت. تمام، يعني كيس فوق وكيس تحت. وجبت كده المردانة وبدأت امشي كده من فوق الكيس عشان اعملها كده تكون كلها سمك واحد، وتكون بسمك رقيق جدا زي ما انتوا شايفين. بتتفرد معاكي بسهولة طالما عملتي الخطوات اللي عملناها. تمام. تقدري كمان تتحكمي فيها وتعجنيها بالكيس كده عشان ما تلزقش في ايديكي، وكمان عشان لو سخنة تقدري تمسكيها بسهولة. ده كده السمك اللي انا عملته، تكون سمك رفيع جدا جدا
بعد كده جبت العجينة بالشكل ده كده بعد ما ارتاحت ربع ساعة، وهبدأ كده اخد جزء منها والجزء التاني بغطيه بكيس بلاستيك عشان الوش بتاعه ما ينشفش. تمام. هبدأ كده افردها قدامي على رخامة او على مفرش سيليكون زي كده، وبالمردانة كده بالراحة وبنفردها. وزي ما انتوا شايفين العجينة بتكون عجينة بتتقطع عادي جدا، كل ده بيتلم في الاخر. بعد كده هبدأ اظبطها كده على شكل مستطيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيب السكينة كده واظبط الحواف بتاعتها بحيث ان هي تديني شكل مستطيل. بعد كده بعيد عليه بالمردانة بحيث ان انا عاوزة سمك العجينة يكون رفيع جدا معايا كده. تمام. هبدأ بقى احط عليه العجوة. طبعا العجوة بعد ما فردناها كده بتطلع من الكيس بسهولة جدا. هبدأ كده اقطع منها قطع وابدأ املى كده الفراغات بتاعة المستطيل اللي احنا عملناه. هحطها كده على العجينة واطبطب كده بايديا بالراحة عشان تلزق جوه العجينة. طبعا اي اجزاء كده ما خدتش قطعه من العجوه بقطع كده حتت صغيره وبكملها، مفيش اي مشكله. مرضتش اقطع المقطع ده خالص عشان تشوفوا ان انا بكمل عادي جدا، وفي الاخر كله هيندمج مع بعضه وهيديني الشكل مظبوط قوي. بحاول كده ان انا اظبطها وبضغط بصباعي كده ضغطه بسيطه خالص على الجزء اللي انا حطيته بحيث ان هو يمسك معايا في العجينه. تمام. بعد كده هبدأ بالراحة جدا بطراطيف صوابعي كده، وخفيفوا ايديكوا جدا في الخطوة دي، وهبدأ الفها بالشكل ده واضغط بايديا حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين، لفة والتانية والتالتة. هما 3 لفات بس، ما تزودوش عن كده عشان تديكي شكل مظبوط وكمان تستوي معاكي بسهولة في الفرن. تمام. بعد كده اي اجزاء كده من العجينه مش متقفله كويس ببدا اقفلها بايديا، بيبقى الموضوع سهل جدا. وبقلب كده العجينه على الناحيه التانية اللي هو الجزء المفتوح منها، وببدا اقفله بصوابعي زي ما انتوا شفتوا كده. بظبط كده الشكل بتاعي بيكون بحيث ان هو يكون اسطواني، يكون العجين متقفل كويس على العجوه زي ما انتوا شايفين كده، وببدا اقطعها. بعد كده هجيب سكينة وهبدأ اشيل الجزء دوت اللي هو يكون مش مظبوط في الاول، وكمان هشيل الجزء التاني اللي في الاخر، وهبدأ اقطعها كده بسمك حوالي يعني سنتي ونص بالظبط. تمام. سنتي وشوية كده، طبعا على حسب رغبتكم، بس الشكل كده بيكون مظبوط اكتر حاجة، وكمان بتقف كده معاكي في الصينية وبتكون سهلة جدا. تمام. هقطع كده كل الكمية بنفس الطريقة بالشكل ده كده، بضغط كده بالسكينة لتحت مرة واحدة، مش بفضل رايحة جاية، انا بضغط بدوس كده على العجينة بالسكينة مرة واحدة لتحت، وبعد كده بشيلها. ولو في اي جزء مش متظبط كويس من العجين بظبطه بايديا زي ما انتوا شايفين كده، ويبقى ارصها كده بالشكل ده. بعد كده جبت طبق فيه ميه وطبق فيه سمسم بالشكل ده كده، وبدأت انزلها في الميه وبعد كده انزلها في السمسم. طبعا بنزل الجزء اللي فوق بس، مش بنزل القطعة كلها، بنزل الجزء اللي فوق بس، الدوران اللي فوق ده، عشان اغلفه بالسمسم. لو ما عندكوش سمسم تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي خالص وما تعملوهاش وما تدهنوهاش اي حاجة خالص، او لو حابين تدهنوها كده بالحليب. تمام. تقدروا كمان تستبدلوا المية بالحليب، يعني تنزلوا القراقيش في المية وبعد كده تنزلوها تنزلوا القراقيش في الحليب وبعد كده تنزلوها في السمسم. تمام. والسمسم عندي بيكون محمص. طبعا انا رصيتهم في الصينيه، هوريكم طبعا الكميه اللي هتطلع معايا كلها، كميه حلوه جدا. دلوقتي بقى هنعمل القراقيش الساده بنفس العجينه. اخدتها كده فردتها قدامي على شكل مستطيل، وهبدا كده اقطعها بدوران بوربه. تمام. بوربه كده عشان تديني الشكل كده يكون عارفين كده، مش عارفه اوصل لكم ازاي، بس هو يكون بوربه كده بيكون شكلها احلى. تمام. ببدا كده اظبط الشكل بحيث ان هو يكون مستطيل على قدر المستطاع، وبعد كده باخد اول جزء بوربه زي ما انتم شايفين كده بشيله عشان يطلع معايا الصوابع شكلها حلو كده. هقطع كده بالسكينه مره واحده زي ما انتم شايفين، بمشي مره واحده زي ما انتم شايفين كده، مش بفضل رايحه جايه، يعني بدوس كده بالسكينه وبمشي مره واحده بتطلع معايا بسهوله جدا. هشيل بقى اي اجزاء زياده وبعد كده ببدا كده اخدها وارصها. شايفين ده السمك اللي انا عاوزاه، يكون السمك رفيع قوي كده، ما بتزيد معاكي في الفرن حاجه بسيطه بتديكي شكل حلو ومظبوط قوي، كمان بتاخد لون كلها من كل الجوانب، ما بيكونش فيه جزء كده من نص ابيض، فبتكون حلوه قوي قوي. هبدا كده برضو ارصها في الصواني عندي مش بتكون مدهونه اي ماده دهنيه، لان طبعا القراقيش بتاعتنا فيها ماده دهنيه بزياده جدا. زي ما انتوا شايفين كده دي اول صينيه معايا، كل ما بخلص صينيه بغطيها كده بكيس بلاستيك عشان الوش بتاعها ما ينشفش. خلصت كده الصواني كلها، عملوا معايا 3 صواني، كميه حلوه قوي من نص كيلو دقيق، وغطيت الصواني كلها وبعد كده سبتها تخمر لمده نص ساعه قبل التسويه.
تمام. دي كده الكميه كلها بعد ما خمرت معايا. طبعا انا سخنت الفرن لمده ربع ساعه، لان طبعا الجو دلوقتي ساقعه، فهنسخن الفرن قبلها بشويه، غير في الصيف ممكن نسخنه 5 دقايق بس. تمام. وبعد ما الفرن سخن معايا دخلت القراقيش على الرف اللي في منتصف الفرن، وقدت الفرن. طبعا الفرن كان قايد من تحت بس على درجه حراره من 180 ل 200، مش ازيد من كده ولا اقل من كده. تمام. لحد ما اخدت لون ذهبي من تحت شغلت لها الشوايه عشان تاخد لون ذهبي من فوق. ولو الفرن بتاعك حامي هتاخد لون من فوق من غير ما تحتاج انك تشغلي الشوايه. سيبوها كده تتحرمش كده وتتحمر زياده في الفرن عشان تديكوا نتيجه حلوه، وتبقى مقرمشه معاكوا كده من بره وهشه كده وبتدوب كده دوبان من جوه. عايزه اقول لكم ان هي دايبه جدا جدا، وطبعا هختبرها معاكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين الرسمه طالعه مظبوطه قوي، والقرقوشه كده معايا هشه وخفيفه زي ما انتم شايفين كده دايبه معايا في ايدي. طبعا لو التزمتوا بنفس المقادير اللي عملتها في الفيديو بالجرام كمان هتظبط معاكم جدا جدا، وحتى لو عملتوها بالكوبايه برضو هتظبط معاكم جدا. وتسلم ايديكم مقدما. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. متنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه. سيبوا لي كمان كومنت صغير منكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.